لحظة أخونا باحث خلينا نقطة، لأن أنت سألتني ومن واجبي أن أورد الأدلة فأوردت الأدلة. الآن عندك اعتراض على دليل، نتناقش نقطة. تقول هي نصيحة لله تبارك وتعالى. هو كل الأعمال إذا لم تكن لله تبارك وتعالى باطلة، فطبعا هي النصيحة لله تبارك وتعالى. فعلي عليه السلام يقول له أنت مستبد، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر بأحاديث في كتب إخواننا أبناء سنة الجماعة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الأمة ستغدر بك بعدي. لحظة، الأمة ستغدر بك بعدي. هذا حديث صححه أبناء سنة الجماعة. هذا يوضح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضح للأمة وعين للأمة، والأمة غدرت أمير المؤمنين فلم تتولى أمير المؤمنين عليه السلام. تريد مصدر؟ بالمناسبة المصدر الذي ذكرته أنا بالنسبة إلى المصدر الأول هو في سنن أبي عاصم، حديث رقم 1188. السند حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبي عوانة عن يحيى بن سليم بن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صححه الألباني. هذا الحديث فيه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. يا أخوان اسمعوا هذا الحديث. النبي يقول للناس، يقول لعلي بن أبي طالب ويذكر الناس: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنك لست نبيا، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، إلا وأنت خليفتي في كتب السنة، إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. يعني يوجد شيء أوضح من هذا؟ النبي يقول له علي أنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. اتفضل، هذا الدليل الأول. نقطة ماذا ترد على الدليل الأول؟ المايك لك. طبعا أنت خليفتي. نحن نعرف أن حديث المنزلة ليس فيه ولا ينبغي أن أذهب إلا أنت خليفتي من بعدي. أين الحديث هذا الذي أنت نطقت به الآن؟ في أي مصدر؟ نحن نعرف أن الحديث ليس فيه من بعدي، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم يعني نسمع ردك في هذا الحديث. تفضل، أين المصدر؟ زين، أمام الجميع إذا فتحنا المصدر وفتحنا تصحيح الحديث، هل ستعترف أن أمير المؤمنين هو الخليفة وأن خلافة أبي بكر باطلة؟ أمام الجميع الآن، إما أني صادق وإما أنني كذاب. فإن كنت صادقا أعطيك الحديث وفيه خليفتي، فيه هذا اللفظ، شرط فيه هذا اللفظ، وإذا ما فيه أنا ما أدخل الباب توك بعد. لكن بعد أن نثبت أنه فيه الحديث، زين، شنو الفائدة؟ يعني أنت تعترف؟ ما أدري. تفضل أخونا الباحث، إذا أعطيتك المصدر وفيه خليفتي بالضبط اللي قرأته أنا وأنقل لك التصحيح، هل ستعترف بهذا الأمر أم تذهب إلى مورد آخر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. المايك لك. لا، إذا أنت بتشترط علي أعترف وأنكر خلافة أبو بكر وعمر وعثمان،
أنت أيضا تعترف إذا لم يوجد في الحديث هذا أنت تعترف بخلافة أبو بكر وعمر وعثمان. إيش رأيك؟ المايك لك. يلا أنا أعترف، أنا قابل وأشهد الله على هذا القول. اتفضل أنت تقول أنا قابل وأشهد الله على هذا القول. المايك لك. أنا قابل، بس توريني الحديث أول. إلك المايك. لا، قل أشهد الله على ذلك أني سأبرأ إلى الله، ونريد أن نسمع. هذا مو هو الكتاب. واحد ثاني، أريد أن نسمع صوتك حتى نسمع. قل إذا جاء الحاج وعد بهذا الحديث وفيه وخليفتي سأقبل به وأبرأ إلى الله من خلافة أبي بكر وعمر وأشهد الله على هذا القول كما أنا قلت الآن. المايك لك. قول الصيغة أول، خلني أسجل أول. قول الصيغة. تفضل لك المايك. إذا جاء الحاج وعد بالحديث وفيه وخليفتي فإنني أشهد الله تبارك وتعالى أنني أبرأ إلى الله من خلافة أبي بكر وعمر وأنها خلافة باطلة، وأن الخليفة الأول الحق هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو الخليفة الحق، وأشهد الله على ما أقول. المايك لك. بس أقولها بأي صيغة، بس قولها. المايك لك. لا، غيرت الصيغة أنت يا حج وعد. أنت قلت أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وأنت خليفتي من بعدي في هذا الحديث. أنت قلت هذه الصيغة. خليفتي موجود. خليفتي إيش يعني خليفتي؟ ممكن أجيب لك ممكن تجيب لي أي حديث موضوع. قول الصيغة الأولانية اللي ذكرتها أنت. لك المايك. يا أخوان بالصيغة الأولانية اللي ذكرتها أنا، وهي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست نبيا، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. الله أكبر. الأخ سيتبرأ من خلافة أبي بكر وسيشهد الله على هذا القول إن أثبت له أن هذا الأمر موجود. المايك لك. يا حج وعد موجود هو. أنا ما أقول لك مو موجود. هل هو صحيح؟ ما عندكم أنتم حتى حديث الغدير في زيادات العمى، في زيادات ياما. أما أجيب لك هذا هو حج وعد. أنا يعني ممكن أنا أجيب لك أحاديث وأخذ معك عهد وأجيب لك أحاديث في باسم الرب. لحظة أخونا الباحث، أنت قبل شوي قلت إنه ما موجودة هذا خليفتي من بعدي في هذه الأمر، صح ولا لا؟ قبل شوي قلت إنه ما موجودة، صح ولا لا أخواني؟ قبل شوي قال اللي نعرفه أنه موجود أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا يوجد وأنت خليفتي من بعدي. قال عمي هذا الكلام ولا مو قال؟ الآن صار لا، هي موجودة لكن اثبتها صحيح. زين، الآن هل موجودة أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، ثم موجودة معها وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي؟ موجودة ولا مو موجودة؟ تتنازل عن قولك إنها مو موجودة وبعد ذلك سأثبت لك التصحيح. بعد عايل عمي عدل لو مو عدل؟ أول شيء تعترف وتسحب كلامك، وبعد ذلك سأثبت لك أن الرواية صحيحة. عدل